السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم قناتي على اليوتيوب قناة طبخ من بغداد. هلا وكل الهلا بكم اليوم فيديو جديد ضمن سلسلة فيديوهاتنا اليومية خلال شهر رمضان المبارك. راح نسوي أكلات طيبة وبسيطة إن شاء الله تستفادون من عندها ويعجبكم الفيديو. قبل ما نبدي إذا كانت هذه أول مرة تشوفونا أتمنى تشتركون بالقناة وتنورونا، وإذا حبيتوا وصفات اليوم خلونا لايك ودعمونا. وهسه راح نقول بسم الله ونبدي بتحضير فطورنا الطيب لهذا اليوم. أول وصفة ويانا اليوم هي وصفة حلاوة التوفي أو حلاوة الحليب. في مقلاة ضفت كمية من السمن أو الدهن وتقدرون تستبدلوها بالزبد، بس بالزيت ما مجربتها، لكن الحلاوات بصورة عامة يسووها أما بالزبد أو بالسمن اللي هو الدهن. بعد أن ذوبت السمن استخدمت ملعقة طعام كبيرة، ضفت وياها 3/4 كوب من السكر، كوب إلا ربع من السكر، وبديت أذوب السكر بهالشكل هذا وأكرمله على نار هادئة. طبعًا أني بهاي الأثناء لازم أكون محضرة مي حار، مي دا يغلي على مود أول ما يوصل ويانا السكر لهاي المرحلة وياخذ هذا اللون الحلو أضيف عليه كوبين من الماء الساخن. طبعًا استخدمت نفس الكوب لقياس كل المكونات. أول ما راح نضيف المي الحار السكر عندنا راح ينصدم فيتجمع مثل ما دا تشوفون، عادي نبقى نحركه بهالشكل هذا باستخدام ملعقة خشبية إلى أن يرجع عندنا السكر يذوب وما يبقى عندنا أي تجمعات. هسه بهاي المرحلة كل تجمعات السكر اللي صارت رجعت ذابت من جديد، راح أضيف عليها كوبين من الحليب الباودر وأبدي أحرك المكونات مع بعضها على مود تتجانس. بهالشكل هذا راح أستمر بتحريك الحلاوة إلى أن تبدي عندنا المكونات تغلي والحلاوة تحمس، الحليب عندنا يحمس ويتغير لونه ويصير طعمه كلش أطيب. النار مالتنا طبعا تكون متوسطة. بعد أن نشوف إنه الحلاوة بدأت تدخن شوية نزلت عليها ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، وراح أستمر بهالشكل هذا باستخدام ملعقة خشبية بتحريك الحلاوة إلى أن تدخن وتوصل للقوام اللي إحنا نريده. هذه الحلاوة كل ما تبقوها فترة أطول على النار تدخن وياكم بزيادة، فلا تشيلوها مباشرة وهي بعدها خفيفة، من توصل وياكم لهذا القوام معناها صارت جدا ممتازة. ولا تنسون هيج نوع من الحلاوات بعد أن يبرد راح يدخن وياكم أكثر. صبيته مباشرة في صحن التقديم وزينته بشوية من الفستق الأخضر، إذا حبيتوا تزينوه بالجوز، برش جوز الهند، إن شاء الله تجربوها وعلى قلبكم بألف عافية. راح ننتقل هسه لتحضير طبقنا الرئيسي لهذا اليوم اللي هو مرقة البامية. عندي هنا كمية من لحم الغنم سلقته بالمي، بعد أن العفو طلعت عندنا هذه الزفرة على سطح اللحم، رفعتها بهالشكل هذا وخليت له ورقتين من الغار وتركت اللحم على نار هادئة إلى أن يستوي بالكامل. بعد أن استوى عندنا اللحم جبت جدر خليت بيه كمية من الزيت النباتي وبديت أحمس اللحم اللي سلقناه. بعد أن حمست اللحم بكل الاتجاهات نزلت كمية من البامية وكمية معدلة من الثوم. أكيد كلكم تعرفون إنه البامية تحب كمية زينة من الثوم، وبالنسبة لنوعية البامية أما تستخدمون البامية الفريش أو البامية المجمدة، اثنيناتها تنطبخ بنفس هاي الطريقة. ضفت أيضا مثل ما شفتوا كمية بسيطة من المي بحيث توصل للمكونات إلى النص، ما تغطيها ولا ترتفع فوقها، إلى النص توصل وياكم يعني مستوى المي. وغطيت الجدر وتركته على نار متوسطة إلى أن ينشف هذا المي اللي ضفناه بالكامل. هذه الخطوة جدا ضرورية تخلصكم العفو من أي لزوجة ممكن تصير بالمرقة، فضروري تسوون هاي الخطوة. هسه بهاي المرحلة نشف عندنا تقريبا المي اللي ضفناه وبدت البامية عندنا تحمس. راح أضيف شوية من الزيت النباتي على جهة وأحمس ملعقة طعام كبيرة من معجون الطماطة. إذا احتاجيتوا تضيفون معجون أكثر فهذا الشيء يعتمد على نوعية المعجون اللي دا تستخدموه. بعد أن حمست المعجون شوية نزلت كمية من عصير الطماطة وكمية من مي اللحم اللي سلقنا بيه اللحم. بالنسبة لعصير الطماطة فجبت 3 حبات كبار من الطماطة، قشرتها وهرستها باستخدام محضرة الطعام، بعدين صفيتها وأخذت المي مالتها ضفته فوق البامية.
بعد أن ضفت كل المكونات اللي شفتوها غطيت الجدر وتركته على نار متوسطة تقريبا 25 دقيقة، يعني أقل من نصف ساعة. بعدين ضفت عليه كمية من الملح ورجعت غطيت الجدر وتركت المكونات تاخذلها غلوة ويا الملح تقريبا فد 10 دقايق على نار متوسطة، وصارت عندنا مرقة البامية جاهزة. طبعا أنا راح أبقيها فترة أطول على النار لأن أحبها ثخينة أكثر، بس هو القوام المعتاد لمرقة البامية اللي تشوفوه قدامكم. لكن إذا حبيتوها تكون أدخن أكثر فتقدرون تبقوها على النار فترة أطول، راح تتسبك وياكم وتصير رهيبة. إن شاء الله تجربون الطريقة وعلى قلبكم بألف صحة وعافية. سويت همين شوية من شوربة العدس والخضار، نزلت لكم إياها بالفيديوهات السابقة، إذا حبيتوا همين شوفوها. ومثل ما تشوفون أصدقائي هنا أنا سويت شوية من كباب العروق، سويناه إحنا بالفيديوهات السابقة بس رجعنا اشتهينا الكباب فسويت كمية. إذا حبيتوا تشوفون الطريقة راح أخلي لكم الرابط بصندوق الوصف. وبسم الله ما شاء الله، وصلوا لنا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه كانت سفرتنا وهذا كان فطورنا، ربي يرزقنا وإياكم من الطيبات ويشبع كل جوعان. إن شاء الله تكون الوصفات مالت اليوم عجبتكم وحبيتوها واستفاديتوا من عندها. أتمنى تجربون البامية العراقية بطريقتي، إن شاء الله كلش راح تعجبكم وراح تاكلوها بألف صحة وعافية وتعتمدون الوصفة دائما. وطريقة عمل الكباب عروق أيضا راح أخلي لكم الرابط بصندوق الوصف. قدمته بهالشكل هذا ويا الخضروات وشوية من البوتيتا المسلوقة، أيضا قطعتها حلقات وخليتها ويا الكباب، والحمد لله رب العالمين على النعمة، ربي يرزقنا وإياكم من فضله الواسع. ختمناها طبعا بحلاوة التوفي الطيبة اللي سويناها. طبعا يا جماعة التوفي أصلي، طعم كلش طيب، والقوام مالتها مثل ما تشوفون من هذا العلاتي مثل ما نقول. إن شاء الله تجربوها وعلى قلبكم بألف صحة وعافية. وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا، أتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي. نلتقي إن شاء الله الفيديو المقبل، كونوا على الموعد ومع ألف ألف سلامة. الفيديو مالتنا برعاية كلينيك بيوتي كير، مجموعة العناية الذهبية للبشرة. تمتعي ببشرة براقة ومتجددة كل يوم. المنتج متوفر بالعراق ويوجد توصيل لكافة المحافظات. جربوه وادعوا لي.